بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ اهلا بيكم معايا وفيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا ووصفه جامده جدا جدا على قناتي، قناه سوبر ماما. النهارده هنعمل مع بعض حاجه عظمه جدا. هنعمل الفسيخ الجميل ده بلون بقى يجنن كده. شوفوا درجه الفسيخ عامل ازاي، وسايح جدا دايب دوب كده، وحاجه في منتهى الجمال. واللون من بره ذهبي، حاجة عظمة جدا. اللهم بارك. شايفين؟ وريحته تجنن جدا جدا. يلا بسم الله وندخل على الوصفة على طول. ويلا بسم الله وعلى بركة الله ونشوف. دول حوالي كيلو ونص سمك اللي هي جرانة زي ما انتوا شايفين كده. انا غسلتهم وغسلت الخياشيم تحت الحنفيه. يا حلوين، بيجي لنا من السوق بنغسله غسله جميله كده، وبنغسل الخياشيم دي كده، وبنخلي الدنيا كده تمام كده وزي الفل. بعد كده هنبدا نرصصهم في دوره، في طبق برطمان قديم عندنا، اي حاجه بالصوره اللي انا موضحاها لكم دي. يا حلوين، زي ما يكون بنعلقها كده وبنسيبها من اول اليوم. يعني لو هنغسله كده الصبح، بعد كده هنسيبه في الدورة زي ما قلت لكم كده، موقفينه كده لما لغاية بالليل ان شاء الله باذن الله. تمام كده. ولو عاملينه بالليل هنسيبه للصبح باذن الله. بعد كده هنبدأ نعمل له مساج كده، حاجة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين عليه. هنتك كده من عند السلسلة وهنعمل له مساج، حاجة بسيطة كده. هنعمل شوية فسيخ، حاجة عظمة جدا. وبعد كده هنكمل الكمية كلها زي ما قلت لكم. هنعمل مساج خفيف كده النهاردة. اللهم بارك، عاملين وصفة الفسيخ دي رائعة جدا جدا جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. الناس اللي بتحب الفسيخ شوفوا قولوا لي ايه رأيكم، جربوها كده، ومستنية رأيكم ان شاء الله. بعد ما دلكت الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، انا هنا بعمل الفسيخ يا جماعة، ولا بنشف بمناديل ولا تتعبوا نفسكم خالص. زي ما قلت لكم هناخده تحت الحنفية، نغسله غسلة حلوة جدا، ونوقفه في دورق كده او اي حاجة طويلة كده، بحيث ان هو يتصفى زي ما قلت لكم حوالي 12 ساعة. تمام كده. معانا بقى ملح اللي هو الخشن ده، انا دايما بملح بالملح الخشن ده. فانا هنا ضفت اي كميه. لو انتوا عايزين تملحوا بالملح الناعم، فاحنا معانا السمكه الواحده بتاخد معلقه ملح ناعم. تمام كده. يلا نعمل التحبيشه المتينه جدا كده. هنعمل ايه؟ الملح زي ما انتوا شفتوا، هنحط شويه كركم، كركم من الاصفر. ايوه تمام، هيدي درجه الفسيخ روعه جدا. هنحط شويه شطه. هنا الشطه بتدي نكهه حلوه في الفسيخ، وفي نفس الوقت ماده حافظه. وبعد كده رشينا حبه زيت، اي نوع زيت عندكم. بعد كده هنقلب الكلام الجميل ده، عفوا. انا عايزاكم نعمل الملح نخليه زي لون الرمله الصفراء كده، هيدي لون في الفسيخ رائع. ريحه الكركم في الفسيخ حاجه وهم جدا جدا. بعد كده هنقلب الكلام الجميل دوت. برضو لو انتوا يا حلوين هتستخدموا الملح الناعم زي ما قلت لكم، السمكه الواحده عليها معلقه ملح واحده، وهنضيف برضو الكركم والشطه ومعلقتين زيت. تمام كده. هنقلبهم حلو كده مع بعض. ويلا بقى نملاها من عند الخياشيم كده من قدام، اللي هي الراس بتاعتها دي. حاولوا بقى نملاها خالص خالص عشان ما يخسرش معانا. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ بقى نمسك شوية ملح بالكركم كده، ونغير لون الفسيخة، نغير منها شكل انها تبقى شبه السمكة نية كده. يا حلوين، يعني الفسيخ لما بيجي لنا بعد التمليح ابيض كده بيبقى شكله مش لطيف. جربوا كده وصفة الكركم دي، تعجبكم جدا. تمام كده. هندلكها كده تحسوا ان الفسيخة لسه نية، بس ادت لون كده طعم جدا. مهم جدا تملوا الخياشيم بتاعتها لعينها كده علشان يحافظ لنا عليه. وان شاء الله باذن الله يعجبكم، هتاكلوا احلى فسيخ على طريقه سوبر ماما. بعد كده هنقلب بقى الفسيخ كله كده زي ما انتوا شايفين، ناحيتين كده، ندلكم من كل ناحيه زي ما انتوا شايفين. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. وانتوا يا حلوين اللهم بارك يا رب، الكميه اللي تعملوها ايا كانت الكميه هنعمل بنفس الطريقه. تمام كده. ولو الفسيخة معانا الحجم أكبر من كده أو أصغر من كده، مفيش مشاكل، نفس الطريقة. وعلى فكرة جدا أنا بملح على فكرة أنا بملح السردين بنفس الطريقة. بعد ما عملت كل الكمية كده، شايفين اللهم بارك لسه السمك ناي بلون الكركم كده، تحسيه فسيخ يعني لونه غير شوية، وحاجة عظمة جدا. بعد كده بقى هنجيب علبة معانا كده،
واملح فيها. مش بحب حكايه ان انا الفهم في اكياس مع بعض. هي علبه كده هنرش فيها رشه ملح كده، وبعد ما ناكل الفسيخ يا حلوين وتعملوه تاكلوه بالهنا. العلبه دي عشان الريحه تروح منها هنملاها ميه سخنه ومعلقتين 3 خل تفاح، هترجع يعني ولا كأن حصل حاجه. تمام كده. هنرصص بقى الفسيخ بالعكس يا حلوين، يعني الراس مره الناحيه دي ومره الديل وهكذا. وبعد كده نرش رشه ملح صغيره كده بينهم. الملح هنا على فكرة انا مش عاملاه بالكمية، حاجة بالنظر كده، بس هيعجبكم جدا. انا اخده املح بالملح الخشن. لو انتوا اللي ما بتعرفوش تملحوا بالملح الخشن، تمام، ملحوا بالطريقة اللي بتحبوها. بعد كده زي ما انتوا شايفين حطيت الفسيخ كده خلف خلاف كده زي ما بيقولوا. وبعد كده تجيب اي شنطة عندك، اي شنطة تقيلة كده، وبعد كده نقوم قافلين على العلبة الجميلة دي ونسيبها اسبوع واحد. يعني اليوم اللي انا عملتها فيه مثلا يوم الاثنين، هنفتح يوم الحد الجاي حلوين، هنقفل على الفسيخ يوم الثلاث، نفتح يوم الاثنين، وهكذا. هنفوت يوم واحد بس بحيث ان هو ناكله 7 ايام. حاجة عظمة جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي. انا ملحته وسبت الفيديو عندي احتفظت بيه لغاية ما عدى ال7 ايام. هنشوف مع بعض النتيجة هايلة جدا. تعالوا كده نشوف بقى بعد ما عدى عليه 7 ايام زي ما قلت لكم يا حلوين. بسم الله اللهم بارك، يعني كان طعمه روعة جدا. شوفوا بسم الله اللهم بارك يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله لون الفسيخة جامد جدا، عاطي على دهب شوية. الكركم في الفسيخ حاجة كده وهم. والمساج اللي احنا عملناه ده هنشوف مع بعض كده الفصوص دايبة دوب كده، وحاجة جميلة جدا. يلا كده نفتحها مع بعض. انا بفتح الفسيخ على فكره بالطريقه التقليديه. الناس بتسيب القشور اللي بره دي بتشتلها، ويعتبر بتنضف السمكه خالص. انا الحقيقه بحب اكل الفسيخه بنت ناس كده بقشرها بحاجتها كده، يدوب بفتحها وتمام على كده. كل واحد فينا له طريقه في اكل الفسيخ يا حلوين، اعملوا الطريقه اللي تريحكم. قولوا لي بقى الفسيخ عجبكم، حطيتوا لايك ولا لا؟ يلا حطوا لي لايك كده واكتبوا لي كومنت حلو، وقولوا لي مين فيكم اللي بيحب الفسيخ. تمام كده. شايفين اللهم بارك؟ شايفين قلب الفسيخه؟ حاجة الله الله الله، حاجة جامدة جدا لا ينقصها كده غير شوية عيش كده وشوية بصل وحاجات وتعيشوا اللحظة يا حلوين. تمام كده. شايفين اللهم بارك؟ انا هقرب لكم الكاميرا على قد ما اقدر. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تعملوه بالمقادير دي وبنفس الطريقة، هيطلع معاكم فسيخ وهم جدا. شايفين اللهم بارك؟ درجة الفسيخ والفص ناعم كده وحاجة جميلة جدا. الكركم عطيه طريقة يعني بجد، يعني عطيه ريحة وعطيه طعم يجنن. عايزة اقول لكم ريحة الفسيخ قلبت الشقة. شايفين اللهم بارك؟ بعد كده بقى هاتي بصلاتك وليموناتك وعيش قد كده. بألف هنا وعافية يا رب على اللي يجربه.